السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ احنا النهارده جايين نعمل الفطير المشلتت. تمام. اول حاجة يعني حوالي ربع كوباية زيت، ربع كوباية صغيرة. تمام. هتسيبه بقى يعني حاول تعجن فيه كده وتسيبه يخمر على اقل من مهلك. سيبه يخمر ساعة 2، كل ما هيخمر كل هيبقى احسن. احنا سيبناه ساعتين. تمام. بعد كده هتكوره. تمام. بعد ما هتكوروا هتعملوا كذا حاجة، وبعدين تاخد حاجة حاجة تفرد زي كده، تفرد. مش مهم لو في اي فراغات تفرد، تجيب واحدة كمان تفردها عليها. ليه بقى بنعمل كده؟ عشان يطلع مورق يعني ايه، طبقة 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 طبقة، يطلع طبقات ومورق. تمام. بعد كده تبدأ تفرد، وكل ما تفرد تعملها مربع. تجيب يعني تعكس، يعني تجيب اللي من اليمين جوه ومن الشمال جوه، من اللي ورا جوه، وتعمل تاني. تمام. تعملها دايرة تاني وتعمل تاني. تمام. عشان بس التوريقة تطلع مظبوطة. تمام. بعدين تجيب الزبدة، تحط زبدة وتحط عليها ايه اللي هو الفطير، زبدة وعليها فطير. اول ما تحسوا كده ان هو بقى ذهبي، تقلب على الوش التاني. وبعد اذنكم اقفوا جنبي وحاولوا تخيل عندك سنس. ايه ده؟ الاطراف بقت ذهبيه. طب انا هقلب دلوقتي. خلي انت اللي عندك السنس. تمام. بعد كده تحط تعمل نفس التوريقه زي بالظبط كده. تمام. وكل ما بين كل ورقه وورقه تحط زبده. تمام. معلقه زبده كده ما بين كل طبقه وطبقه. تمام. زي كده بالظبط يا شباب، زي ما انتم شايفين. وبس. تبدأ بقى يعني تخليها بشكل دايرة. وبس كده، ده الشكل الذهبي الجميل. ده اللي عايزينه يطلع بعد كده. ده بس هبقى نوريكم ازاي بقى مورق ومع البيض كده والعسل الابيض. ما اقولكش. بس دي كانت نهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو متنساش لايك واشتراك وعلى كومنت. باي، استنوا حاجة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ احنا النهارده جايين نعمل الفطير المشلتت. تمام. اول حاجة يعني حوالي ربع كوباية زيت، ربع كوباية صغيرة. تمام. هتسيبه بقى يعني حاول تعجن فيه كده وتسيبه يخمر على اقل من مهلك. سيبه يخمر ساعة 2، كل ما هيخمر كل هيبقى احسن. احنا سيبناه ساعتين. تمام. بعد كده هتكوروا. تمام. بعد ما هتكوروا هتعملوا كذا حاجة، وبعدين تاخد حاجة حاجة تفرد زي كده، تفرد. مش مهم لو في اي فراغات تفرد، تجيب واحدة كمان تفردها عليها. ليه بقى بنعمل كده؟ عشان يطلع مورق يعني ايه، طبقة 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 طبقة، يطلع طبقات ومورق. تمام. بعد كده تبدأ تفرد، وكل ما تفرد تعملها مربع. تجيب يعني تعكس، يعني تجيب اللي من اليمين جوه ومن الشمال جوه، من اللي ورا جوه، وتعمل تاني. تمام. تعملها دايرة تاني وتعمل تاني. تمام. عشان بس التوريقة تطلع مظبوطة. تمام. بعدين تجيب الزبدة، تحط زبدة وتحط عليها ايه اللي هو الفطير، زبدة وعليها فطير. اول ما تحسوا كده ان هو بقى ذهبي، تقلب على الوش التاني. وبعد اذنكم اقفوا جنبي وحاولوا تخيل عندك سنس. ايه ده؟ الاطراف بقت ذهبية. طب انا هقلب دلوقتي. خلي انت اللي عندك السنس. تمام. بعد كده تحط تعمل نفس التوريقة زي بالظبط كده. تمام. وكل ما بين كل ورقة وورقة تحط زبدة. تمام. معلقة زبدة كده ما بين كل طبقة وطبقة. تمام. زي كده بالظبط يا شباب، زي ما انتم شايفين. وبس. تبدأ بقى يعني تخليها بشكل دايرة. وبس كده، ده الشكل الذهبي الجميل. ده اللي عايزينه يطلع بعد كده. ده بس هبقى نوريكم ازاي بقى مورق ومع البيض كده والعسل الابيض. ما اقولكش. بس دي كانت نهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو متنساش لايك واشتراك وعلى كومنت. باي، استنوا حاجة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ احنا النهارده جايين نعمل الفطير المشلتت. تمام. اول حاجة يعني حوالي
ربع كوباية زيت، ربع كوباية صغيرة. تمام. هتسيبه بقى ايه يعني حاول تعجن فيه كده وتسيبه يخمر على اقل من مهلك. سيبه يخمر ساعة 2. كل ما هيخمر كل هيبقى احسن. احنا سيبناه ساعتين. تمام. بعد كده هتكوره. تمام. بعد ما هتكوره هتعمله كذا حاجة، وبعدين تاخد حاجة حاجة وتفرد. زي كده تفرد. مش مهم لو في اي فراغات تفرد. تجيب واحدة كمان تفردها عليها. ليه بقى بنعمل كده؟ عشان يطلع مورق يعني ايه، طبقة 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 طبقة، يطلع طبقات ومورق. تمام. بعد كده تبدأ تفرد، وكل ما تفرد تعملها مربع. تجيب يعني تعكس، يعني تجيب اللي من اليمين جوه ومن الشمال جوه من اللي ورا جوه، وتعمل تاني. تمام. تعملها دايرة تاني وتعمل تاني. تمام. عشان بس التوريقة تطلع مظبوطة. تمام. بعدين تجيب الزبدة، تحط زبدة وتحط عليها ايه اللي هو الفطير. زبدة وعليها فطير. اول ما تحس كده ان هو بقى ذهبي تقلب على الوش التاني. وبعد اذنكم اقفوا جنبي وحاولوا ايه تخيل عندك سنس. ايه ده الاطراف بقت ذهبية؟ طب انا هقلب دلوقتي. خلي انت اللي عندك السنس. تمام. بعد كده ايه تعمل نفس التوريقة زي بالظبط كده. تمام. وكل ما بين كل ورقة وورقة تحط زبدة. تمام. معلقة زبدة كده ما بين كل طبقة وطبقة. تمام. زي كده بالظبط يا شباب زي ما انتم شايفين. وبس. تبدأ بقى ايه يعني تخليها بشكل دايرة. وبس كده ده شكل الدهب الجميل. ده اللي عايزينه يطلع بعد كده. ده بس هبقى نوريكم ازاي بقى مورق ومع البيض كده والعسل الابيض. ما اقولكش. بس دي كانت نهايه الفيديو. لو عجبك الفيديو متنساش لايك واشتراك وعلى كومنت. باي. استنوا حاجه جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ احنا النهارده جايين نعمل الفطير المشلتت. تمام. اول حاجه يعني حوالي يعني ايه ربع كوبايه زيت، ربع كوبايه صغيره. تمام. هتسيبه بقى ايه يعني حاول تعجن فيه كده وتسيبه يخمر على اقل من مهلك. سيبه يخمر ساعة 2. كل ما هيخمر كل هيبقى احسن. احنا سيبناه ساعتين. تمام. بعد كده هتكوره. تمام. بعد ما هتكوره هتعمله كذا حاجة، وبعدين تاخد حاجة حاجة وتفرد. زي كده تفرد. مش مهم لو في اي فراغات تفرد. تجيب واحدة كمان تفردها عليها. ليه بقى بنعمل كده؟ عشان يطلع مورق يعني ايه، طبقة 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 طبقة، يطلع طبقات ومورق.